حاجات غلط وحرام تحصل في رمضان بس. السلام عليكم، اهلا بيك يا صديقي في فيديو جديد. انا عبد الرحمن احمد من قناه لايت اوف داركنس نور الضلمه. جاي اكلمك في فيديو جديد ده ان شاء الله عن حاجات بتحصل في رمضان، هي حاجات غلط وحرام بقى بتحصل كل سنه، واكن الموضوع يعني بقى عادي. رمضان ده الشهر اللي معروف ان ايامه كلها عباره عن رحمه ومغفره من ربنا، ومعروف طبعا بالنسبه لنا احنا كمسلمين يعني من زمان، معروف بالصيام ومعروف بالصلاه التراويح ومعروف حتى بالحلويات بتاعته يعني زي الكنافه مثلا او القطايف، ومعروف كمان بختم القران الكريم. واكيد طبعا معروف بالعزومات والتجمعات العائليه مثلا او تجمعات مع الصحاب. ولكن اخر كام سنه ومع زياده تاثير ووصول السوشيال ميديا للمجتمع المصري، بدأ المسلمين ان هم يقلدوا ويخترعوا حاجات بيعملوها في الشهر ده مخصوص، حاجات طبعا ما كانتش موجوده قبل كده يعني. وعن طريق الحاجات دي بدأ ان ملامح الشهر ده تختلف كتير جدا عن المفروض يكون عليه. اول حاجه بتكلم عنها وهي المسلسلات الرمضانيه، واللي هي اهم واخطر حاجه بتحصل فعلا في رمضان، لان دي اكتر حاجه بتظهر فيه، ولدرجه ان الناس بقت بتستنى الشهر ده مخصوص علشان تشوف المسلسلات، وبقت له تماما عن العباده وعن الصلاه اللي المفروض اصلا الشهر ده بنستناها عشان العباده. بقى كل سنه نشوف مسلسلات شكل، وبقينا نشوف مشاهد ما ينفعش انها تظهر في الشهر ده او انها تظهر في مجتمعنا المصري او الاسلامي اصلا. مشاهد بقى فيها تقليد للمجتمع الغربي بشكل كبير جدا، مشاهد مثلا زي الرقص زي العري، دي مشاهد بتظهر كتير جدا في الشهر. وطبعا غير المشاهد دي في مشاهد تانية غلط، زي مثلا مشاهد البلطجة وقلة الأدب، المشاهد اللي بيبقى كلها مشاكل وصوت عالي وحوارات، تحس ان الدنيا كده كلها قايمة على مشهد واحد او قايمة على شخصية واحدة، واكن الدنيا يعني بقت يا بالشكل ده او بالشكل ده. والمفروض مثلا ان المسلسلات دي بتعرض حاجه تليق بعقل المشاهد او الجمهور، لان في الاول وفي الاخر بيبقى وراها رساله او هدف هي عايز توصله للمشاهد. وكل فنان دلوقتي بقى يعمل لنفسه شخصيه يطلع بيها ترند كل سنه، ومش مهم بقى المشاهد او الجمهور بيفكروا ازاي. المجتمع المصري طوال تاريخه معروف انه مجتمع محترم، واعماله معظمها يعني محترمه، خصوصا في رمضان وخصوصا في الشهر ده بتكون اعمال محترمه. وانا هنا مش قصدي ان اهاجم او انتقد مسلسل بعينه، لان في اعمال السنه دي هي الحقيقه محترمه جدا وليها هدف عايزه توصله للجمهور، زي مسلسل مداح كده، واللي من وجهه نظري هو بقاله كام سنه واخد ترند، والحقيقه يستحق ان هو ياخد ترند ده لانه مسلسل هادف ومسلسل محترم، اللي ظهر فيه شخصيه المسلم القوي القريب من ربه، وغير فيه مفهوم الشيخ المسلم الملتحي، واللي بقت السينما المصريه تظهره دايما في مشاهد وتظهره دايما بشكل وبطريقه غلط جدا، وبقت انها تقلل وتسيء لسمعه الشيوخ الاسلاميه. وتاني حاجه وهي برامج المقالب، برامج المقالب او برامج الكاميرا الخفيه اللي معروفه من زمان بخفه الدم وبساطه المقلب، وانه مش بيكون مثلا مقلب اوفر يعني او مقلب فيه تقليل واهانه لحد. برامج كتير جدا اتعملت من زمان زي برنامج كاميرا خفيه كده للراحل ابراهيم نصر، وكلنا طبعا شفنا وعارفين البرامج بتاعته كان قد ايه بيبقى دمها خفيف وقد ايه بتكون بسيطه. وطبعا هو اللي اخترع شخصيه زكيه زكريا، واللي بقت مشهوره جدا، وبقت من بعدها ناس كتيره جدا بتقلدها. ومن بعد البرنامج ده بقى يظهر برامج تانية كتير بتتعمل لسه في رمضان كل سنه لحد ما وصلنا للزمن بتاعنا ده او الوقت بتاعنا ده، واللي بيتعرض لنا في برنامج المقالب بتاع رامز جلال، واللي بيتعمل تقريبا من سنه 2011 لما بدأ انه يعمل اول برنامج ليه هو رامز قلب الاسد. يعني تقريبا رامز لمده 14 سنه متواصلين بنشوفه دايما على الفطار، وكل سنه بيطلع بمقلب جديد او فكره جديده. ولكن احيانا في برامج كده المقالب بتاعها بيكون شبه اللي قبلها مثلا، بس المشكله مش هنا، المشكله في طريقه المقلب كل سنه، واللي بقى فيها اهانه للضيوف بشكل كبير جدا، واختياره ليهم اصلا هو مشكله. بقى يستهدف مثلا انه يجيب رقصات او انه يجيب بنات او انه يجيب ستات كتير جدا في حلقاته من الوسط الفني، واللي تقريبا البرنامج بتاعه بقى مبني عليهم كل سنه. وطبعا حاجه زي كده هو بيحاول انه يجذب الشباب الصغير او يجذب المشاهد، ويقول لهم ويعرفهم ان وجود الرقصات مثلا او وجود البنات او وجود الستات في برامجه ده شيء عادي ومفيهوش اي حاجه غلط. والوحيد اللي خسران طبعا في الموضوع ده هو المجتمع المصري بتاعنا، عن طريق طبعا البرامج اللي زي دي. الاجيال الصغيره بعد كده هتكبر وتفهم ان ده شيء عادي وان ده مش غلط، ده بدل يعني ما يتعلموا حاجه عن دينهم او يصلوا او يصوموا، لا هما بيشوفوا المشاهد دي
شكل عادي جدا في رمضان، المشاهد الخارجه دي بتظهر لهم وأكنها شيء عادي ومش غلط. وتالت حاجه هتكلم عنها في الفيديو ده وهي جمله اللهم اني صائم. الجمله اللي بقت سهله انها تتقال وسط اي كلام عادي كده، بس بشرط تتقال وقت ما يكون الواحد متعصب كده ومتوتر ويبقى جايب اخره كده وتلاقي انه عايز يسب مثلا او انه يشتم او يغلط. وانه لولا الجمله دي يعني كان زمان الواحد بيشتم ويسب عادي جدا في نهار رمضان وهو صايم. والجمله دي بقى في ناس كتيره جدا بقت تتعامل معاها او انها تقولها كتحذير مثلا اللي قدامها، اللي هو مثلا تبقى متعصب كده او متضايق او مخنوق من حد فتيجي تقول اللهم اني صائم، فهو يعرف على طول انك كده يعني انت بتحذره وكده، انت يعني بتعرفه انت ايه اللي مسكتك او ايه الحاجه اللي مش مخلاك انك ترد عليه، ان الصيام يعني هو السبب. بس في الحقيقه دي مش مجرد جمله كده بتتقال وسط الكلام، مش جمله عاديه يعني. عن ابي هريره رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنه فلا يرفث ولا يجهل، وان امرئ قاتله او شاتمه فليقل اني صائم مرتين. رواه البخاري ومسلم. والحديث ده معناه ان انت مثلا لما تقابل حد بيكون عايز يتخانق معاك او انه عايز يشتمك، فرسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم امرنا بان احنا نقول اني صائم مرتين او نقولها اللهم اني صائم، مش هتفرق يعني برضو. عشان كده جمله اللهم اني صائم دي مش مجرد جمله تتقال عادي كده وسط الكلام. لازم تعرف صديقي ان الدين ما فيهوش هزار، وان الدين هو اسلوب حياه، وان الصح صح فيه والغلط غلط. وما تبررش اي غلط انت عملته مثلا بجمله اللهم اني صائم على اساس ان انت كده يعني ما عملتش حاجه. والرابع موضوع هتكلم عنه في الفيديو ده وهي الاعلانات. والاعلانات في رمضان بتكون حاجه تانية. كل سنه بدنا نشوف اعلانات كتيره جدا والمده بتاعتها بتكون طويله جدا لدرجه ان الواحد اوقات كتير بينسى هو كان بيتفرج على ايه اصلا. وفي اعلانات ما بتنسيش وبتعلق معانا قوي برضه، وبنبقى قاعدين كده مستنيين انها تيجي اصلا. ولكن الحقيقه مع مرور الزمن واختلافه بقى يظهر كده اعلانات بيبقى فيها شيء من استفزاز للمشاهد. وطبعا انا مش عايز اتكلم او اذكر اعلان معين، ولكن بقى يظهر ان بيبقى في مشاهد ما ينفعش انها لا تظهر في رمضان ولا غير رمضان اصلا. والمشاهد دي بتكون فيها برضو تقليد للمجتمع الغربي، وفي اعلانات بتكون عن التبرع وعن المستشفيات يعني. وتلاقي على طول الاعلان اللي بعده بيتكلم عن الفلل وبيتكلم عن الكومباوندات مثلا او بيتكلم عن اماكن فيها رفاهيه بشكل كبير جدا. فحاجه زي كده تستفز المشاهد وبتستخف من عقله. وفي اعلانات بيكون ليها هدف معين كده وتبقى مقصوده انها تظهر بالشكل ده، والهدف ده بيكون حاجه غلط وسلبيه على المشاهد، خصوصا الشباب الصغيرين لسه. الشباب اللي بتزرع جواهم افكار غلط عن طريق الاعلانات دي. طيب ايه بقى الهدف من الفيديو ده؟ الهدف هو صديقي انك تعرف ان في حاجات كتيره جدا بتسمعها وبتشوفها في رمضان وفي الشهر الكريم ده، حاجات ملهاش علاقه ابدا بيه، سواء بقى عن طريق المشاهد اللي بتظهر في الاعلانات او بتظهر في المسلسلات واللي بيبقى فيها نوع من استفزاز المشاهد باستخفاف بعقله، او عن طريق مثلا برامج المقالب واللي بقى كل شويه في الانحدار وعنصر الكوميديا فيها عمال يقل، وكمان بقى فيها رسائل خفيه واشارات غلط وحرام، او جمله اللهم اني صائم واللي بقت سهله كده انها تتقال عادي وسط الكلام لما يكون مثلا واحد متعصب بسبب او حتى من غير سبب، وبقى بيتم استخدامها كده كتحذير مثلا للشخص اللي قدامه. او بقى تتقال مثلا لما الواحد يشتم ويغلط ويسب ويعمل كل حاجه غلط في نهار رمضان وهو صايم، فيفتكر ويقول اللهم اني صايم على اساس انه كده اي حاجه هو عملها خلاص خلصت واكنه ما عملش حاجه. وبس كده يا صديقي، كده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. ما تنساش بقى بالاشتراك في القناه لو انت بتشوفني من اليوتيوب، وتعمل لايك، وكمان تقول لي رايك في الفيديو تحت في التعليقات، وتقول لي اذا كان الفيديو عجبك او استفدت منه بحاجه. وكمان لو انت بتشوفني من صفحه الفيسبوك واللي هسيب لك اللينك بتاعها في التعليقات او احط لك الصوره بتاعتها هنا كده او هنا يعني ايا كان، وتروح تعمل لي فولو هناك. وبس يا صديقي، اشوفك ان شاء الله في فيديوهات تانيه كتير. سلام.